الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض البيتي فور وزوقناه ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا. على فكرة هو أحلى من الجاهز، جميل جدا قوي. أولادك هيحبوه، وهتبطلي تشتريه من بره بالغالي، هتعمليه في البيت لو عملتيه بالطريقة اللي أنا عاملة بيها دي. ما شاء الله، من يوم من زمان وأنا بعمله، بقالي كام سنة بعمله بالطريقة دي، بيطلع معايا حلو قوي، أحلى من المحلات. أنا بصراحة كنت بشتريه من بره، بس من يوم ما عملته بالطريقة دي وطلع معايا حلو، وأنا ما عنديش بشتريه خالص. هنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. بسم الله. اول خطوه معايا في اعمال البيتي فور، انا عندي هنا كوبايه من السكر البودره، هحط قصادهم كوبايتين من الزبده، نفس الكوبايه اللي انا بعاير بيها. هحط 4 كوبايات من الدقيق، ده مقادير البيتي فور. ومعايا بيضتين، بيضه على بعضها، وهحط البيضه التانية صفار البيض. ليه؟ علشان الصفار بيخلي البيتي فور دايب وناعم، اما البياض بينشفه زي البسكوت. فانا هعمل ميكس ما بين الاتنين. هعمل البيضتين بس، هعمل واحدة على بعضها والتانية الصفار بس. طبعا انا استخدمت قبل كده الزبدة الغالية، واستخدمت فيرنا، الاتنين ما يفرقوش عن بعض خالص. والبيتي فور والله عامل زي الجاز، بقالي 7 سنين بعمله بنفس الطريقة دي. اول حاجة عندي هنا كوباية من السكر البودرة. طبعا انا هحط نص قالب الزبده، هحط نص القالب ده لان النص بالظبط معيار كوبايتين، من نفس الكوبايه اللي انا بعاير بيها دي. هحط نص القالب بالظبط، ده كده نص القالب. معيار كوبايتين، الكوبايتين اللي انا عايرت بيهم السكر. همسك بقى المضرب، هشغل المضرب عليهم وانعمهم كويس قوي. احنا شايفين كده، هضرب الزبده مع السكر البودره. مش في اي خطوات تانية غير ان احنا هنضربهم دلوقتي مع بعض. بسم الله. معايا بيضة كاملة هحطها على البيتي فور، على العجينة بتاعت البيتي فور. معايا بقى صفار بيضة، اخدت الصفار هحطه، وسيبنا البياض هستخدمه في حاجة تانية. هضربهم لما يفتكوا معايا. بحط فانيليا، بحط كمان معلقة من الخل، ده اللي بيخلي العجينة بقى هشة جميلة. طبعا ما بنحطش بودر ولا اي حاجة خالص. العجينة ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا جدا. هنجيب بقى الدقيق، قد ايه هي كريمي ما شاء الله، الصورة بتتكلم عن نفسها زي ما احنا شايفين كده. طبعا زي ما انا قلت معايا 4 كوبايات دقيق، هنعايرهم بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر والسمنة زي ما احنا شايفين كده. واحنا لازم ننخل الدقيق كويس قوي علشان ما يبقاش فيه رطوبة او في اي حاجة واقعة فيه. هنحط 4 كوبايات من نفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها. دي تاني كوباية، تاني واحدة. كده بعد كده هشغل المضرب، وبعد كده هبقى انزل بالكوبايتين التانيين. الكوبايه التالتة زي ما احنا شايفين كده. الكوبايه الرابعه، كده 4 كوبايات. خلصنا العجينه مع بعض. قد ايه هي كريمي جميله جدا 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 ما شاء الله عليها. هجيب بقى صينيه كبيره وهعمل عليها. انا عندي هنا كيس حلواني زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. بمسك الكيسه ثانيه حسب الشكل اللي انت عايزاه.
زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله جميلة جدا. ريحة الكاكاو اللي انا صورته ده اللي هو المسكر، ريحته في البيتي فور جميلة قوي زي ما احنا شايفين كده. عملنا الصواني وندخلها الفرن ما شاء الله عليه جميل جدا. عملنا واحدة قبل كده اهي لسه يعني من ناحية واحدة استوت، وادي التانية ما شاء الله جميل جدا جدا في 3 دقايق ما خدش حاجة. قد ايه البيتي فور طلع من الفرن، قد ايه هو جميل زي ما احنا شايفين كده. حطه في الطبق زي برضو ما احنا شايفين كده، جميل جدا ما شاء الله عليه، هش وجميل ماسك نفسه زي ما احنا شايفين ما شاء الله. وانا عندي اللي في الفرن ما شاء الله. عملنا واحده بالشوكولاته، وعملنا واحده ميكس ما بين الفانيليا والشوكولاته، وعملنا فانيليا بس ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. البيتي فور طالع روعه روعه، ريحته نفاذه قوي جميله قوي ما شاء الله ما شاء الله. البيتي فور مع بعض بسم الله. اول خطوه في تزويق البيتي فور اول حاجه انا جبت هنا قالب شوكولاته طبخ اللي هو الشوكولاته الخام، انا هزوق بها البيتي فور. وعندي هنا شوكولاته البيضه شوكولاته سمراء، هكسر كل واحده في طاجن واحطها على حمام ميه. ممكن تحطيها لو عندك مايكروويف حطها في الميكروويف، لكن انا ما عنديش مايكروويف فهحطها على حمام مائي. هنشوف مع بعض. الشوكولاته زي ما احنا شايفين كده قطعناها كويس قوي. هعمل لها بقى حمام مائي كل واحده لوحدها عشان نزوق بيها البيتي فور. عندي سيحنا الشوكولاته السمراء والشوكولاته البيضاء. طبعا البيتي فور عندي انا كنت عاملاه في اول رمضان بصراحه. رحت ببص عليه دلوقتي لقيت ولادي خلصوه، مش باقي منه غير حبه صغيره هزوقهم معاكم. عندي هنا الشوكولاته بحط حته صغيره في قلب البيتي فورايه واروح جايه سايباها تنشف علشان ابقى احط عليها شوكولاته بيضاء تانية. بمسك البيتفورايه كده، لو الفيديو مش جايب اهو البيتفورايه بمسك الاثنين كده، بمسك اول واحده منهم بحط عليها شوكولاته زي ما احنا شايفين كده واغطيها بالبيتفورايه الثانيه واروح حاطه نازله عليها بالشوكولاته الثانيه. دي الشوكولاته الايه الخام اللي احنا قلنا عليها. هعمل كمان واحده بالشوكولاته البيضاء زي ما احنا شايفين كده. بمسك الشوكولاته البيضاء بنزل عليها كده واروح جايه حطاهم على بعض واروح جايه منزلاها في الشوكولاته البيضاء كده زي ما احنا شايفين واسيبها تنشف. طبعا عندي مربى برضو بحط مربى واروح جايه حاطه في قلبها مربى واحط ايه عليها جوز هند او فورماسيل الوان. عندي فورماسيل الوان اهو، وعندي هنا فورماسيل بني حسب ما انت عايزه وحسب ما انت تذوقي. هو تزويقه بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه زي ما احنا شفنا كده. بمسك واحده واروح جايه بالشوكولاته كده حته صغيره واقفل عليها بالتانيه. برضو عايزه تحطي بقى بيضه حطي، عايزه تحطي سمره حطي على حسب ما انت عاوزه، وتسيبيها تنشف على الطبق زي ما احنا شايفين كده. هخلصهم وارجع لكم ونشوفوا مع بعض تاني. ما شاء الله زوقنا البيتي فور مع بعض، عملنا بالشوكولاته وعملنا بالكريمه بشوكولاته بيضه سوري وشوكولاته سمراء، عملنا بالمربى من جوز الهند والشوكولاته الفورماسيل. ما شاء الله جميل قوي زي ما احنا شايفين كده. الصورة بتتكلم عن نفسها ما شاء الله الله أكبر جميل جدا أحلى من الجاهز بكتير.